الاول كنت فاكره جهل، دلوقتي بعد ما بتعيد نفس الكلام والاكاذيب والتدليس ما هو الا اسمه نشر متعمد للجهل يا استاذ جاليليو. تعالوا نشوف قال ايه ونشوف قد ايه هو متعمد ينشر الجهل. استاذ جاليليو بان سنه 2025 سنه اكدت له ان الزمالك مش في وهم المظلوميه بالتواريخ. 29 مارس تغيير لائحه لمجامله النادي الاهلي، انتوا فاهمين طبعا بتاعه الاهلي انسحب وما انسحبش والكلام اللائحه متغيره من اول الموسم. اللائحه ما اتغيرتش يوم 29، قررناها وقلناها بدل المره 2000، بس ان انت مش عايز تفهم مشكلتك، مش عايز تقرا، ده جهلك. 11 اغسطس 2025 هضم حق الزمالك في ارضه. حضرتك برضو واضح ان في مشكله، يا اما في الاي كيو يا اما في النظر يا اما ان انت مش عايز تقرا. اقرا كل التصريحات الرسميه من وزاره الاسكان، وزاره الشباب والرياضه، او حتى البيان اللي طلعته النيابه العامه المصريه وشبهه انت عارف بقى المال العام اللي انت كل شويه تتهموا الاهلي بيه، والعيب يلهيك ويجيب اللي فيه فيك، طلع عليكم لا مؤاخذه. المظلوميه في ابدع صوره، بيقول لك واقع وحق. مظلوميه